السلام عليكم. في الفيديو ده هنشرح الحمض النووي DNA بالتفصيل. طيب الفيديو اللي فات قلنا ان او عرفنا الماده الوراثيه واتاكدنا ان هي DNA مش بروتين. فالمره دي عايزين نعرف الحمض النووي DNA ده بيتركب من ايه او تكوينه ايه. طيب انا محتاج اعرف ان عندي نوعين من السكر، سكر ريبوز، سكر دي اوكسي ريبوز. ايه الفرق بينهم؟ الطبيعي سكر ريبوز او دي اوكسي ريبوز سكر خماسي. يعني ايه سكر خماسي؟ يعني C5 H10O5. حلو، سكر خماسي، فهي نسبة CHO 1:2:1. طيب في دي اوكسي ريبوز اسمها دي اوكسي، يعني سكر ريبوز منزوع الاكسجين فاسمه دي اوكسي ريبوز، فالصيغه الجزيئيه بتاعته C5H10 او بدل 5 هنقول 4 منزوع الاكسجين، فدي الصيغه الجزيئيه بتاعه الحمض النووي DNA. طيب السكر احنا قلنا خماسي فهو شكله خماسي كده. طيب في او هنا طبعا سكر خماسي، طبعا في حته هنا كده ماشي كده رسمه صح. في هنا كده طيب ايه اللي انا رسمه ده؟ شكل النيوكليتيدة بتاعت DNA. طيب النيوكليتيدة دي بتتكون من ايه؟ قال لك بتتكون من سكر خماسي اللي هو اللي في النص ده، يعني ده سكر دي اوكسي ريبوز، سكر خماسي. حلو، ومجموعة فوسفات هنا كده، هتلاقي هنا كده مجموعة فوسفات. ماشي، عندك وقاعدة نيتروجينية، يعني النيوكليتيدة بتتكون من 3 حاجات: سكر دي اوكسي ريبوز، قاعدة نيتروجينية، ومجموعة فوسفات. طيب دي قاعدة نيتروجينية، دي كده قاعدة نيتروجينية. عندك 4 أنواع من قواعد DNA. طيب ال A وال G وال C وال T. ال A وال G وال C زي ما قلت لك هم مشتركة بين ال DNA وال RNA. المختلف ال DNA بنزود له واحدة T، قاعدة نيتروجينية T. ال RNA عنده قاعدة نيتروجينية U بس أنا مش محتاجها دلوقتي، تمام، بدل ال T. طيب فدول ال4 قواعد بتوع ال DNA، يعني بتكون في قاعدة منهم بتكون موجودة هنا، قاعدة نيتروجينية هنا. طيب أنا محتاج أعرف إن دي ذرة أكسجين. طب بيترتب ازاي؟ دي ذرة أكسجين، حلو، دي الكربونية الأولى C1. بص يعني أنت هتلف اللفة كده، ده شكل النيوكليتيد، ذرة أكسجين C1 C2 C3 C4، المفروض C5 C6 صح؟ لا 6 ايه، سكر خماسي C5، فالC5 بره. حلو، فاللي اقصد اقوله ان القاعدة النيتروجينية مرتبطة بذرة الكربون رقم 1، والقاعدة النيتروجينية ومجموعة الفوسفات مرتبطة بذرة الكربون رقم 5. جميل. طيب لما او قبل ما اقول لك، انا عايز اعرفك القواعد دي. يعني ايه عايز اعرفك القواعد دي؟ عايز اقول لك ان في قواعد بيريميدينية وقواعد بيورينية. ايه الفرق بين القواعد البيريميدينية والقواعد البيورينية؟ القواعد البيورينية A وال G، حلو. القواعد البيريميدينية الباقي يعني الاي بترتبط بالتي والسي. طيب
الفرق ان القاعدة البريميدينية ذات حلقة واحدة، اما البيورينية فبتكون ذات حلقتين. طبعا لو الاديتور يحط لنا شكلهم فتبقى حاجة حلوة يعني. طيب البريميدينية يعني هتلاقيها كده، دي حلقة واحدة، اما هنا حلقتين، ادي حلقة وادي جنبها، دي يعني البيورينية بتكون حلقتين اما البريميدينية بتكون حلقة واحدة. طيب الاي والجي والتي والسي بريميدينية. طيب انا عندي رصة او شكل السلم بتاع الجزيء الدي ان ايه، ازاي النيوكليوتيدات دي بترتبط مع بعضها. طيب انا لسه قايل لك شكل النيوكليوتيدة خماسية، صح؟ صح، قلت لك ان في هنا او سي 1 سي 2 سي 3 سي 4، هنا كده سي 5، هنا كده مجموعة الفوسفات المرتبطة بيهم بذرة الكربون 5، وهنا كده مجموعة لو قاعدة النيتروجينية قصدي هرمز لها بالرمز ان دلوقتي، او بلاش نحط يعني اهي قاعدة ايه مثلا، فاهم؟ قاعدة النيتروجينية ايه مرتبطة بذرة الكربون رقم 1. ازاي بترتبط باللي تحتها؟ اهي ادي نفس الرصة، الاو سي 1 سي 2 سي 3 سي 4 سي 5 والبي. طيب ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل كالاتي، دي نيوكليوتيدات ورا بعضها، وهنا طبعا قاعدة نيتروجينية وليكن الجي، هرسمها كبيرة شوية عشان تعرف ان هي حلقتين، تمام؟ عشان تفرق بينهم يعني، ما مش فرقة كبيرة اوي الجي. طيب لان الاي والجي حلقتين، عشان كده بقولك مش فرق كبير يعني يعني القاعدتين دول نفس الحجم، حلقتين، الاتنين دول حلقتين. طيب الاي والجي قاعدة بيورينية، تمام؟ تمام. ايه اللي بيحصل؟ هحط لك تحتهم واحدة كمان عشان نوضح ازاي بترتبط باللي فوقيها واللي تحتيها. حلو حلو. ادي او دي سي 1 سي 2 سي 3 سي 4، هنا كده سي 5، هنا كده بي اللي هو فوسفور، هنا كده قاعدة نيتروجينية، نغير المرة دي ونخليها قاعدة تي او سي يعني مش تفرق. طيب لو تلاحظ هي صغيرة، فالتي دي والسي حلقة واحدة والاي والجي حلقتين. طيب ازاي النيوكليوتيدات في النص دي بترتبط باللي فوقيها واللي تحتيها؟ ذرة الفوسفور مجموعة الفوسفات قصدي بترتبط بذرة الكربون رقم 3 باللي فوقيها برقم 3. حلو، يعني مجموعة الفوسفات اللي مرتبطة بذرة الكربون رقم 5 في سكر النيوكليوتيدة بترتبط بذرة الكربون رقم 3 في النيوكليوتيدة اللي فوقيها. حلو حلو. الرابطة دي رابطة تساهمية. حلو حلو ماشي. ازاي دي بترتبط باللي تحتيها؟ هي اصلا نفس الفكرة يعني الفوسفور او ربط مجموعة الفوسفات ترتبط هنا رابطة بالسي 3 صح؟ يعني الفوسفات المرتبطة بذرة الكربون رقم 5 بترتبط باللي فيها بذرة الكربون رقم 3، ودي رابطة تساهمية. ماشي. عايز اقول لك ايه؟ عايز اقول لك ان في OH مرتبطة بذرة الكربون رقم 3 في الاخير هنا كده هتلاقي OH سالبة، يبقى مجموعة هيدروكسيل يعني اللي هي ال OH. طيب مجموعة الهيدروكسيل بتكون
في اخر ذره الكربون رقم 3. ما هو الطبيعي ان ذره الكربون رقم 3 ترتبط بمجموعه الفوسفات اللي تحتها اللي هي مرتبطه بذره الكربون 5 في السكر. تمام. فاخيرا مفيش مجموعه فوسفات تحتها، فبترتبط ب OH او مجموعه هيدروكسيل. حلو. واسمها مجموعه هيدروكسيل حره ده انجليزي ده حره طليقه. ما تتريقش على، انت عارف لو اقلش بقى لو علقت على حاضر اقلش بقى عشان اكدت بقى الحله دي، فاهم؟ حاضر ان شاء الله. هتقول لي ده خط واحد والجزيء الدي ان ايه مكون من شريطين وليس شريط واحد. ده الفرق بينه وبين الار ان ايه. الار ان ايه شريط واحد مفرد، اما الدي ان ايه شريطين. حلو. ايه اللي بيحصل؟ شايف دي؟ لو رسمه النيوكليوتيده خليك فاكرها، شايف عامله ازاي؟ تمام. فهتقول لي الشريط اللي جنبه ارسم لك نيوكليوتيده ده انجليزي ده يا موتي. فارسم لك نيوكليوتيده جنبها في الشريط المقابل. حلو. فتقول لي نيوكليوتيده خماسيه. هنا كده C1 C2 C3 C4 هنا كده C5. الله، مرتبطه بمجموعه فوسفات هنا كده وهنا كده في قاعده نيتروجينيه وليكن التي، مش وليكن لان اللي قصادها ايه. ماشي. طيب تقول لي القاعده النيتروجينيه ترتبط باللي قصادها. يعني القاعده النيتروجينيه دي هنا والناحيه الثانيه هنا. سبحان الله. هيرتبطوا ببعض ازاي؟ هتقول لي لف النيوكليوتيده. تشغل دماغنا بقى، يعني نلفها النيوكليوتيده، صح؟ لا غلط. هو ايه اللي صح؟ هو ايه بتنجان؟ فانت بتعمل ايه يا معلم؟ بتاخد النيوكليوتيده دي، فنان ياهو، واعمل كده. لا مش كده، كده بقلبها. اوبا، شفت ايه اللي حصل؟ فده الشريط المقابل. حلو. ودي كده قاعده هنا كده قاعده نيتروجينيه اللي هي التي. الاي والتي بيرتبطوا ببعض برابطه هيدروجينيه. حلو. وهكذا بقى بنكمل باقي النيوكليوتيدات عشان الاديتور مستعجل. تمام. بس خلي بالك ان الجي هتقابلها قاعده نيتروجينيه سي، بينهم رابطه هيدروجينيه. طبعا الفرق ان دي 2 رابطتين هيدروجينيتين، الاي والتي رابطتين هيدروجينيتين، والجي والسي 3 روابط هيدروجينيه. حلو. ده الفرق بينهم. بس السلم يعني هنقول بعد كده في نموذج تومسون وكريك هتلاقي ان السلم متساوي، يعني حلقتين قصاد حلقه، حلقتين قصاد حلقه، اللي هو قاعده بيريميدينيه قصادها قاعده بيورينيه. فالبيريميدينات بتساوي البيورينات بتساوي 50%. حلو. ليه؟ لان الاي والجي بيساوي السي والتي، لان الاي بتساوي التي والجي بتساوي سي. اجمع دول واجمع دول هيساوي بعض، يبقى الاي زائد الجي هيساوي التي زائد السي. طب والاي والجي اصلا قواعد بيورينيه، والتي والسي قواعد بيريميدينيه. دول حلقتين ودي حلقه واحده، فهم حلقتين قصاد حلقه. فالسلم بيبقى 3 حلقات 3 حلقات 3 حلقات من قواعد نيتروجينيه طبعا. ماشي. طيب في واحده اسمها فرانكلين، العالمه فرانكلين. عملت ايه فرانكلين؟ جابت اشعه اكس، استغلت حيود اشعه اكس، عرضت قطعه او بلورات من دي ان ايه، قطعه من الدي ان ايه، يعني عرضتها لاشعه اكس. فلما اجيب اشعه اكس، مصدر مثلا لاشعه اكس، حلو، ويخبطه في الدي ان ايه،
طبعا هو الاشعه بتطلع كده، فالمنطقي ان انا بحط قدامها لوحه، فده مصدر الاشعه اكس. هي طبعا حطت قدامها لوح من الرصاص عشان يطلع الاشعه هنا كده، اشعه اكس تخبط فيه دي اشعه اكس خبطت في قطعه من الدي ان ايه او عينه من الدي ان ايه. فايه اللي حصل؟ طبعا في لوحه فوتوغرافيه اللي هي اللي يظهر عليها شكل الايه، الشكل بتاع الدي ان ايه. حلو شكل جزيء الدي ان ايه يعني. طيب فطلع الشكل، انا مش عارف ارسمه مش عارف ارسمه، بس فيما ايه معناه يعني، هو اللي هو كده فاهم. طلع معاه شكل جزيء الدي ان ايه. لو الاديتور تمام يعني فاهم، حط لهم صورة الايه الدي ان ايه اللي طلع. تمام. فاكتشفت ايه؟ ان جزيء الدي ان ايه لولب مزدوج او جزيء ملتف حوالين نفسه على شكل حلزون او لولب. جميل حلو. بحيث القواعد النيتروجينية تكون متعامدة على الخط. ليه؟ لان انت عندك هنا كده خط من النيوكليوتيدات. حلو. هنا كده خط من النيوكليوتيدات. طبعا الفوسفات بتبقى بره، مجموعة الفوسفات بره. حلو. فهي ايه اللي اكتشفته؟ ان القواعد النيتروجينية بتكون متعامدة. يعني ده الخط بتاع الدي ان ايه، هتلاقي قواعد نيتروجينية هنا كده. حلو اللي عاملة سلم في نموذج تومسون وكريك هتكلم عليها دلوقتي. ماشي. بس نتائج الدراسات اللي قامت بيها فرانكلين ايه هي؟ اكتشفت ان شكل او جزيء الدي ان ايه يعني ملتف حوالين نفسه على شكل ايه؟ لولب. جميل. وقواعد نيتروجينية متعامدة على طول الخط ده. حلو. وهيكل سكر الفوسفات في الجهة الداخلية، ما زي ما انا قايل لك اهو، يعني سكر الفوسفات هنا كده فهو في الجهة الداخلية ومجموعات الفوسفات بره. ايه تاني؟ ان كتر اللولب يقول لك ان جزيء الدي ان ايه ده يكون من شريطين مش شريط واحد. حلو. بعد ما فرانكلين عملت الكلام ده، جم تومسون وكريك عملوا ايه؟ وضعوا نموذج لشكل الدي ان ايه. حلو. قال لك ان ده بيتركب او عامل زي السلم. حلو. هيكل السكر والفوسفات جانبي السلم. جميل. اللي هو الشكل اللي انا راسمه لك ده هيكل السكر والفوسفات جانبي السلم اهو. والقواعد النيتروجينية درجات السلم اللي هي دي. حلو. الاي مرتبطة مع التي بربطتين هيدروجينيتين، جي مرتبطة مع السي بثلاث روابط هيدروجينية. حلو. والاي والجي قواعد بيورينية، تي والسي قواعد بيريميدينية. حلو. يعني ايه بيورينية؟ يعني 3 حلقتين. يعني ايه بيريميدينية؟ يعني حلقة واحدة. تومسون وكريك وضعوا نموذج للدي ان ايه. حلو. الدرج بيتكون من ايه؟ قلت ان الاي والتي، انا لسه قايلها ايه والتي والجي والسي. ماشي. ايه تاني؟ قال له ان عرض درجات السلم او عرض السلم يعني ثابت. ليه ثابت؟ عشان قاعده بيورينيه مع قاعده بيريميدينيه، فايه اللي بيحصل؟ حلقتين وحلقه، فالعرض ثابت على طول. 3 حلقات. حلو. انا لسه قايل لك في النيوكليوتيد اهي، في النيوكليوتيدات هنا مرتبطه مع بعضها بس سايبه، يعني ذره الكربون رقم 3 بدل ما ترتبط بالفوسفات اللي تحتها اللي هي مرتبطه بذره الكربون 5 في السكر الديوكسيريبونوكليز او سكر النيوكليوتيد يعني، ف مفيش نيوكليوتيد تحتها، فبترتبط على مجموعه هيدروكسيل او الاو اتش بذره الكربون رقم 3، فدي اسمها هيدروكسيل حره طليقه. اسمها حرة طليقة. حلو. ايه اللي اقصد اقوله؟ ان ده شريط عنده مجموعة هيدروكسيل حرة طليقة، فده الشريط 3 شرطة ل5 شرطة. ليه 3 شرطة؟ عشان هنا اوله 3 شرطة اللي هو ذرة الكربون رقم 3 مرتبطة بمجموعة هيدروكسيل حرة. حلو.
طب ليه هنا 5؟ عشان دي مجموعة فوسفات مرتبط ذرة الكربون رقم 5، فهو ده في اتجاه 3 5، وده بالمناسبة بيكون قالب أصلي، لأني هشرح لك دلوقتي طرق تضاعف الدي ان ايه يعني. ماشي، أو نسخ وزي الدي ان ايه. طيب خلينا نتكلم على الشريط المقابل. الشريط المقابل هنا كده ذرة الكربون رقم 3 مفيش فوقيها ايه؟ دي ذرة الكربون رقم 3 بس هي معكوسة، يعني لأن الشريط القالب بيكون عكس التاني. فهي 3، فهي مرتبطة بمجموعة فوسفات هنا كده. مجموعة فوسفات ايه؟ ما هو فيش بقى، مفيش نيوكليوتيدة هنا ترتبط بيها، يعني مجموعة فوسفات مرتبطة بذرة الكربون 5 في النيوكليوتيدة، هي مفيش نيوكليوتيدة تحتها، فسي 3 بترتبط ب او اتش حرة طليقة، هي او اتش سالب اهي حرة طليقة. حلو. ايه الاو اتش دي؟ مجموعة هيدروكسيل حرة طليقة، بس اللي اقصد اقوله ان ده بيكون شريط مقابل، دي ذرة الكربون 3، فالشريط ده من 3 5 صح؟ اخر حاجة طبعا هيوصل لها اللي هي 5 شرطة، لان الفوسفور مرتبط بذرة الكربون 5. حلو. نلف الجزيء ده تاني، فده جزيء او خط 3 5، وده خط 5 3، يعني في شريط 3 5 والمقابل ليه بيكون مقلوب معكوس 5 3. جميل جميل جدا. حلو حلو. عملوا ايه تاني تومسون وكريك؟ قال لك ان اللفه الواحده، طبعا لسه قايل لك ان جزيء الدي ان ايه ما بيكونش بيكون ملفوف حوالين نفسه، ملتف حوالين نفسه، فهم قال لك اللفات دي، اللفه الواحده فيها 20 نيوكليوتيدة. خط الواحد او الشريط المفرد في اللفه الواحده بيكون فيه 10 نيوكليوتيدات، فالجزيء كله او اللفه اقصد الواحده فيها 20 نيوكليوتيدة، لان اللفه مزدوجه فيها شريطين، الشريط فيه 10 نيوكليوتيدات مرتبطين قصادهم 10 نيوكليوتيدات، فمجموعه 20 نيوكليوتيدات. طيب ايه تاني هو مفيش حاجه تاني، بس يعني في تريكات بسيطه كده، اللي هو ايه؟ اللي هو عندك كم مجموعه هيدروكسيل حره طليقه؟ طبعا في الشريط الواحد بيكون في مجموعه هيدروكسيل واحده مرتبطه بذره الكربون طبعا رقم 3، فعندك مجموعتين هيدروكسيل او اتش حره طليقه في جزيء الدي ان ايه كله. حلو حلو. عندك ايه تاني؟ عندك عدد النيوكليوتيدات. عن النيوكليوتيدات، طبعا النيوكليوتيدة فيها مجموعة فوسفات واحدة، فعدد النيوكليوتيدات بيساوي عدد مجموعات الفوسفات بيساوي عدد مجموعات او عدد جزيئات السكر الخماسي، يعني النيوكليوتيدة الواحدة فيها جزيء سكر خماسي ديوكسيريبونيوكليز، فبيساوي عدد جزيئات السكر. انت عارف ان السكر الخماسي يعني اللي هو دي اوكسي ريبوز. حلو. عندك ايه تاني؟ عايز اقول لك على تضاعف الدي ان ايه. عشان تضاعف الدي ان ايه محتاج شويه انزيمات. حلو حلو. طيب ليه بضاعف الدي ان ايه؟ عشان انا عايز اعمل انقسام، فقبل ما اعمل انقسام للخليه لازم اعمل تضاعف للدي ان ايه الاول. يعني هما دي ان ايه حلو، هما مثلا كانوا كف دي ان ايه حلو اهو، ده الدي ان ايه هو لوحده، فعايز انقسم فيتضاعف، بعد كده بعد ما يتضاعف ينقسم، فادالك خليتين كل واحده فيهم دي ان ايه حلو بنفس الاصلي. حلو. انا ازاي بعمل تضاعف؟ عندك اول حاجه انزيم اللولب. بيعمل ايه انزيم اللولب؟ اقول لك،
مش انا عندي الشريط في هنا كده شريط وشريط، ده الشريط 3 شرطة ل5 شرطة، وده الشريط 5 3، بينهم درجات سلم. اللي هم ايه درجات سلم؟ اللي هم الخط ده مش باين، درجات السلم اللي هي القواعد النيتروجينية. طيب انزيم اللولب طبعا بيكون ملتف حوالين نفسه، الشريط الجزيء بيكون ايه ملتف حوالين نفسه. حلو. فالشريط ده عايز افكه. يعني ايه؟ بقص بكسر الروابط الهيدروجينيه بين القواعد النيتروجينيه. بص الروابط الهيدروجينيه بين القواعد النيتروجينيه بيعمل أو ايه اللي بيعمل كده؟ انزيم اللولب. حلو. بفصل الشريطين عن بعضهم. يبقى انا جيت فصلت الشريطين، انا عندي شريطين اهم، جه انزيم اللولب فصلهم عن بعض. حلو. ده كده شغل انزيم لولب اهو، شغال في بتاع ده انزيم اللولب. فبعد ما يشتغل انزيم اللولب انا كده بقى عندي شريطين مفردين. ابدا بناء الشريط القالب ده، وليكن ان ده كان شريط 3 شرطة ل5 شرطة، وده شريط 5 شرطة 3 شرطة، ده المقابل ليه. فانا قصيت بانزيم اللولب. عايز اعمل ايه؟ يجي انزيم البلمرة يعمل ايه؟ يبني الشريط المقابل، بيبني في الاتجاه ده. اللي بيبني في الاتجاه ده انزيم البلمرة، دي ان ايه بوليمريز. ساعات بيتكتب انزيم البوليمريز او انزيم البلمرة، هي يعني. طيب بس بيبني في اتجاه 5 3، يعني هو بيبني الشريط المقابل ل3 5، فبيبني في الاتجاه 5 شرطة ل3 شرطة عشان يبقى مقابل لده. ما هو 3 5 فالمقابل ليه 5 3. حلو. طب الناحية التانية انا عندي انزيم البلمرة ما بيبنيش غير في اتجاه 5 3، فبيبني الشريط القالب الاصلي 3 5 ويبقى اسمه شريط متقدم. طيب هنا كده انا لو جبت انزيم بلمرة فده شريط 5 3، فهو المفروض يبني من 3 5، وهو بيبنيش في 3 بيبنيش في الاتجاه 3 5، هو بيبني في اتجاه 5 3. فايه اللي بيحصل؟ بيجي انزيم اسمه انزيم البرايميز بيحط بوادق ويبني، يحط بوادق ويبني بوادق، يبني بوادق بوادق، وهكذا لحد ما يعمل حاجه اسمها قطع اوجازيكي. يعني هو البرايميز بيحط البوادق بس البوليمريز بيبني القطع في الاتجاه ده كده، في الاتجاه 3 5 5 3. البلمرة بيبني من 5 ل 3، 5 شرطة ل3 شرطة، 5 شرطة ل3 شرطة. فالقطعة دي اسمها قطع اوكازاكي. حلو حلو. النوز ده رخم اهو. طيب فقطع اوكازاكي فانزيم البرايميز، وخلي بالك البرايميز مش هتلاقيه موجود في الكتاب القديم، تمام؟ فافتح كتاب المدرسة الجديد وشوف الجزء ده منه لانه متعدل. فانزيم البرايميز بيساعد انزيم البلمرة ان هو بيحط بوادق من الار ان اي. فانزيم البرايميز بيحط بوادق او قطع من الار ان اي بتسمى البوادق. فبيبدا انزيم البلمرة عمله في اتجاه 5 3 الطبيعي بتاعه. حلو. فلما يخلص هتلاقي ان ده ما هو 5 شرطة ل3 شرطة اللي هي قطع اوجازية. فلما يخلص هتلاقي ان الشريط ده 3 5 والشريط ده 5 3. فاوكي كده انا عملت قالب للشريط ده، بس يبقى اسمه القالب المتاخر او الشريط المتاخر. ماشي. فبعد ما يخلص نسخ الشريط كله، انت عملت بوادق بنيت قطع اوجازاكي، بعد ما يخلص نسخ الشريط كله يجي انزيم البلمرة يشيل البوادق دي ويحط مكانها نيوكليوتيدات بتاعه الدي ان ايه. جميل. يبقى البرايميز عمل ايه؟ حط قواعد من الار ان اي، بنى او اسمها بوادق. حلو. فالبلمرة كمل بناء حته كده حته كده قطع اوكازاكي في اتجاه 5 3 لانه بيشتغلش في اتجاه 3 5. حلو حلو. بعد كده لما خلص نسخ الشريط كله
جه انزيم البلمره او دي ان اي بوليمريز، شال قطع البوادق دي وحط مكانها نيوكليوتيدات دي ان اي. جميل جميل. ايه تاني؟ عايز اقول لك على حاجه. انا قلت ان الدي ان اي بيتضاعف عشان تقدر تعمل انقسام الخليه. طب لو عندك خليه حته كده في الجنب ملهاش حركه تضاعف اصلا دي ان اي، عندك خليه سليمه، خليه ما حصلهاش انقسام، ما مرتش باي حاجه، خليه عادي بس خليه جسديه، هتلاقيها يعني مثلا عايز اقارن بين عدد المجموعات الصبغيه وعايز اقارن بين عدد الكروموسومات او عدد الصبغيات، الكروموسومات، عايز اقارن بين عدد جزيئات الدي ان ايه. طيب لو خليه عاديه فهي عدد مجموعات الصبغيات 2 نون، خليه جسديه ها، كروموسومات فيها كام كروموسوم؟ 64 كروموسوم. جزيئات دي ان ايه هتلاقيها كام؟ 64 ايه 46، انا عكست الرقمين، 46 كروموسوم. انت عندك في الانسان 46 كروموسوم، في جزيئات الدي ان ايه 46 جزيء دي ان ايه. طيب عندك خليه بس قبل البدء في الانقسام الميوزي مباشره، خليه قبل البدء في الانقسام مباشره، الانقسام الميوزي الميتوزي مش الميوزي، الانقسام الميتوزي مش الميوزي. حلو. فعدد المجموعات الصبغيه بتفضل ثابته 2 نون، وعدد الكروموسوم بيفضل ثابت 46 جزيء او 46 كروموسوم، بس جزيئات الدي ان ايه بتتضاعف قبل الانقسام، بتتضاعف جزيئات دي ان ايه فبتبقى 92 جزيء دي ان ايه. طب عندك خليه تناسليه بس قبل البدء في الانقسام الميوزي الاول، تبقى نفس الفكره، هي خليه قبل الانقسام فيبقى 2 نون 46 جزيء دي 46 كروموسوم 92 جزيء دي ان ايه. حلو حلو. دي سواء خليه جسديه قبل الانقسام الميتوزي او خليه تناسليه قبل الانقسام الميوزي. تمام. المشيج حلو سواء مذكر او مؤنث بيكون كام على المجموعات الصبغيه؟ نون. او قبل ما اقول لك المشيج عايز اقول لك الخليه اللي هي البيضيه الاوليه او الثانويه، اللي هي خليه تناسليه بس بعد الانقسام. حلو. خليه تناسليه بعد الانقسام الميوزي الاول مش التاني، لان التاني يعني في ماشي، التاني هيدي طرائع منويه وفي الناحيه التانيه هيدي بويضه وايه وجسم قطبي، بس ما علينا في الحته دي تكاثر. بس اللي اقصده خليه تناسليه بعد الانقسام الميوزي الاول، لان في ميوزي اول وميوزي تاني. حلو. بعد الميوزي الاول فبيكون عندك خليه بيضيه اوليه، خليه بيضيه ثانويه، او خليه منويه ثانويه سواء في الذكر او الانثى. فالخليه دي بتكون 2 نون ولا نون؟ لا نون، بتكون نون. البيضيه الاوليه او الثانويه الاوليه بتكون 2 نون، اما البيضيه البيضيه الاوليه او المنويه الاوليه بتكون 2 نون، اما البيضيه الثانويه او منويه ثانويه بتكون نون. حلو حلو. فهي دي نون. طب عدد جزيئات عدد الكروموسومات 23 كروموسوم، ولكن عدد جزيئات دي ان ايه 46. حلو. 46 جزيء دي ان ايه. بص، في خليه قبل البدء في الانقسام اللي هي دي خليه تناسليه قبل البدء في الانقسام الميوزي الاول. حلو. بتكون 2 نون 46 جزيء دي ان ايه، بس هي قبل البدء في الانقسام ف 92 جزيء دي ان ايه. بتنقسم ميوزي اول فتقسم كل الكلام ده، فال2 نون تبقى نون وال 46 تبقى 23 كعدد الكروموسومات، وال 92 جزيء دي ان ايه يبقى 46 جزيء دي ان ايه. اتقسمت 2. بعد كده الخليه البيضيه الاول الثانويه او المنويه الثانويه بتديك مشيج. المشيج ده فيه نون عدد المجموعات الصبغيه، وفي 23 كروموسوم، وفي 23 جزيء دي ان ايه. حلو. حلو جدا. حلو جدا. بعد كده قبل ما نخش على اصلاح عيوب الدي ان ايه اللي هي الاخر حاجه،
اصلاح عيوب الدي ان ايه. حلو. قبل ما ادخل عليها عايز اعرفك حاجه. انت عندك التضاعف بيحصل فيه اوليات النواه وحقيقيات النواه. اوليات النواه وحقيقيات النواه. فاوليات النواه اسمه ايه، جزيئات دي ان ايه او جزيء الدي ان بيكون عايم في السيتوبلازم، مفيش نواه اصلا تحكمه. فده مثلا وليكن بكتيريا في حاجه من اوليات النواه يعني، فهتلاقي فيها الدي ان ايه سايح في السيتوبلازم. حلو. وبيكون ملتحم النهايتين، بس بيتصل في عند نقطه او نقطتين يعني. فالنقطه اللي متصل بيها في نقطه اتصاله بغشاء الخليه، نقطه اتصال جزيء الدي ان بغشاء الخليه في اوليات النواه، هي دي نقطه بدء التضاعف اللي بيبدا من عندها تضاعف الدي ان ايه. اما في حقيقيات النواه فالدي ان ايه، جزيئات الدي ان ايه بتكون موجوده جوه النواه، وبتكون مش ملتحمه النهايتين، بتكون مفروده عادي، لان انت عندك مجموعات هيدروكسيل، مجموعتين هيدروكسيل حره. حلو. لان الشريطين مش الجزيء مش ملتحم النهايتين. ف بدء التضاعف بيبدا من عند اي نقطه من على الشريط. حلو. اصلاح عيوب الدي ان ايه ونكون خلصنا. ماشي. في الجزيئات الموجوده في الخليه بتكون على شكل بوليمرات. ايه الفرق؟ البوليمرات دي جزيئات كبيره، يعني هي مونيمرات، مونيمر ومونيمر ومونيمر كذا، يعني المونيمرات مع بعضهم بيكونوا بوليمر. فالمونيمرات دي جزيئات صغيره، والبوليمرات جزيئات كبيره، يعني مركبات طويله بتتكون من وحدات بنائيه مكرره. حلو. حلو. الخليه بتفقد حوالي 5000 قاعده بيورينيه اللي هي A او G. ف الدي ان ايه يعتبر من اسمها ايه، من الجزيئات المعرضه او من المركبات البيولوجيه المعرضه للتلف. احنا بنتكلم في عيوب الدي ان ايه. طب اسباب التلف، اسباب حدوث العيب او التلف او الخلل في جزيء الدي ان ايه. والله انت عندك حراره الجسم اللي بتعمل على كسر الروابط الهيدروجينيه، لان لما ترفع الحراره بتكسر الروابط الهيدروجينيه، بس الرفع لحد معين هي بتستحمل. فلما ترفع حراره الجسم بتكسر الروابط الهيدروجينيه بين القواعد النيتروجينيه. عندك البيئه المائيه بتاعه او داخل الخليه، البيئه المائيه. عندك ايه تاني؟ عندك المركبات الكيميائيه، وعندك الاشعاع. دي اسباب حدوث تلف او خلل في الدي ان ايه. تاثيره بيحصل او بيعمل طفره. الطفره دي اما تكون صحيه او لا هنفهم بعدين. طيب، فبيغير المعلومات الوراثيه، لان ترتيب بيغير في الناموس، مش عارف يخليني اشرح والله. طيب، بيغير في البروتين اللي بتصنع، فبالتالي بيغير او بيعمل طفره او خلل، يعني ما يسمى بالخلل. بس في 20 انزيم بيعملوا على، انا ساكت لاني نسيت حاجه. نسيت اقول لك ان في انزيمات الربط. فين؟ نسيت اقول لك ان في انزيمات ربط هنا كده. ارجع معايا كده فلاش باك تاني. الشريط 3-5 والشريط 5-3 مقابل ليه قصيته بانزيم لولب. حلو. جه انزيم البلمره بنى الشريط 3-5، فهو الانزيم البلمره بيبني في الاتجاه 5-3، بناه كله. طيب شريط 5-3 انا عايز ابني 3-5، والبلمره ما بيبنيش في 3-5، فهو بيبني 5-3. فيجي انزيم البرايميز يحط له قواعد من الار ان اي اللي هي البوادق. بعد كده البلمره يبني قطع اوكازاكي، فقطع اوكازاكي دي بتتربط مع بعضها باستخدام انزيم الربط. يبقى عندك انزيم الربط
بيربط قطع اوكازاكي ببعضها. فبعد نسخ جزيء الدي، بعد نسخ الشريط المعاكس ده، المقابل اللي هو متاخر، لان في عندك انزيم متقدم اللي هو ده اللي بنى انزيم البلمره كامل، اسمه انزيم متقدم، اسمه قالب متقدم، والتاني قالب متاخر. فبعد ما انزيم الربط يربط الكلام ده كله ببعض، او بعد نسخ الشريط كله، بيبتدي الانزيم البلمره يبدل قطع او بيبدل البوادق بنيوكليتيدات من الدي ان ايه. حلو. فانت عندك انزيم الربط بيربط قطع اوكازاكي ببعضها، او بيربط النيوكليوتيدات بالادق، يعني بيربط النيوكليوتيدات ببعضها. حلو. طبعا النيوكليوتيدات ببعضها بتتربط بروابط تساهميه. وخلي بالك الروابط الهيدروجينيه بين القواعد النيتروجينيه بتتربط الاول قبل الروابط التساهميه اللي بتبني او اللي بتربط بين النيوكليوتيدات وبعضها. جميل. فهي بتبني قطع بعد كده بيجي انزيم الربط يربطهم مع بعض، فبيكون الروابط التساهميه بينهم. حلو. دي نسيت اقولها لك. ماشي. قلنا الاسباب بتاعت اصلاح عيوب الدي ان ايه. وقلنا ان في 20 انزيم بتعمل على اصلاح عيوب الدي ان ايه، اسمهم انزيمات الربط. جميل. عايز اعرف ميكانيكيه اصلاح العيوب. هو انا اصلا مش جزيء الدي ان ايه ده شريطين؟ فلو حصل تلف في الشريط هنا كده، يعني نفترض ان دي قاعده A ودي قاعده T ودي قاعده G وهنا C مثلا، فاهم قصدي؟ وهنا سي جي. ما علينا. لو حصل تلف في الحته دي، طيب ما انا هاجي ابني هنا كده، مش دي قاعده ايه؟ طيب ما القاعده ايه مربوطه مع التي برابطه ثنائيه، صح؟ فانا من الشريط المقابل هقدر ابني دي، فانا كده قدرت اصلح عيوب الدي ان ايه. بس لو حصل تلف في الناحيتين، الاي والتي طاروا مع بعض، ما اقدرش اعمل حاجه. فانت عندك حالات ما ينفعش فيها اصلاح عيوب الدي ان ايه، زي حدوث تلف في الشريطين الدي ان ايه، او حدوث تلف في شريط الار ان ايه، لان الشريط الار ان ايه مفرد مفيش مقابل تبني منه. جميل. طبعا جزيئات الار ان ايه بتكون موجوده في بعض الفيروسات، الماده الوراثيه بتاعتها ار ان ايه مش دي ان ايه. ماشي. ودي اكثر عرضه لحدوث طفرات بيها. عشان كده تلاحظ البرد مثلا بيجي لك كذا مره، لان بيحصل فيه طفرات، والبرد انواع. عشان كده انت بتصاب بالبرد ما بتكتسبش مناعه ضده، او بتكتسب مناعه بس من نوع معين، مش فبيجي لك نوع تاني. ما علينا. احنا كده خلصنا درس الدي ان ايه وعرفنا شكله. طيب وعرفنا ازاي بيتضاعف والانزيمات اللي بتضاعفه. طيب انت عندك انزيمات المرتبطه بجزيء الدي ان ايه. عندك انزيم دي اوكسي رايبو نيوكليز، وده اللي كان بيحلل الدي ان ايه كله، وتم استخدامه في التجربه الحاسمه لما فصلوا ماده التحول البكتيري وادوها دي اوكسي رايبو نيوكليز. تمام. فاتحللت طبعا، فالدي ان ايه مش موجود، ماده التحول اللي اتنقلت دي كانت بروتين، فالبروتين ما عملش تحول بكتيري، فبالتالي الدي ان ايه هو الماده الوراثيه. ما علينا، انا كنت بفكرك بالتجربه الحاسمه. بس الديوكسي رايبو نيوكليز تم استخدامه فيها. الديوكسي رايبو نيوكليز ده بيكسر الروابط الهيدروجينيه والتساهميه، بيكسر الروابط الهيدروجينيه بين القواعد النيتروجينيه وبعضها، وبيكسر الروابط التساهميه ما بين النيوكليوتيدات وبعضها. طيب الانزيم اللي بعده انزيم اللولب. بيعمل ايه اللولب؟ بيقص شريطين الدي ان ايه، فبيقطع او بيكسر الروابط الهيدروجينيه بين جزيئات، او بيكسر الروابط الهيدروجينيه بين قواعد نيتروجينيه في جزيء الدي ان ايه، فبيديك شريط مفرد، او اسمه كان ليه اسم نسيته. كان ليه اسم مكتوب في كتاب المدرسه مش فاكره والله. ما علينا. بيفصلهم عن بعض يعني، مش فاكر الاسم. الانزيم اللي بعد كده اسمه انزيم البلمره. حلو. بيعمل ايه البلمره؟ بيبني شريط 3-5، فبيبني في الاتجاه 5-3. يعني انزيم البلمره بيبني في الاتجاه 5 شرطه ل3 شرطه. حلو. طب في الانزيم المعاكس بيستخدم حاجه اسمها انزيم البرايميز، وده اللي بيحط البوادق بتاعه الار ان ايه، او جزيئات الار ان ايه بيحط بوادق. بعد كده انزيم الربط او انزيم البلمره بيبدا يبني قطع اوكازاكي. بعد كده يجي انزيم الربط
يربط الكلام ده ببعضه، يربط النيوكليوتيدات ببعضها. حلو حلو. وقلت لك خلي بالك ان الروابط الهيدروجينيه بتبني الاول قبل الروابط التساهميه. ماشي. بعد ما يخلص انزيم الربط يرجع انزيم البلمره يستبدل البوادق دي بنيوكليوتيدات من الدي ان ايه. وانزيم الربط، انزيمات الربط ليها دور برضو في اصلاح عيوب الدي ان ايه، فبتشوف النيوكليوتيدات التالفه بتستبدلها من الشريط المقابل طبعا، لان الاي قصدي مرتبطه مع التي بربطين هيدروجينيتين، والجي مرتبطه مع السي بثلاث روابط هيدروجينيه. وقاع البيورينيه اللي هي الاي والجي وقاع البيميدينيه اللي هي تي والسي متساويه، يعني كل واحد فيهم 50%. وكده نكون خلصنا الدرس. مفضلش غير الفيديو الجاي ونكون خلصنا الباب بتاع الدي ان ايه. طيب سلام عليكم.